إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ويقول أيضا: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. اليوم نرى أن هؤلاء المطبعين تعلقت قلوبهم بأعداء الدين، ثيابهم ثياب العرب وألفاظهم ألفاظ العرب، إلا أن قلوبهم قلوب اليهود. وفي مثل هذا يقول القائل: ألفاظهم عرب والفعل مختلف، وكم حوى اللغط من زور ومن كذب. إن العروبة ثوب يخدعون به وهم يرومون طعن الدين والعرب. يا حسرة على هؤلاء المطبعين، غرهم قرن سعى إليهم بجلد منقذ الحلب، وهم يدعون حب الإسلام وسلاحهم مع اليهود على إخوانهم النهب، يخادعون به أو يلتقون به وما لهم رفد سوى الخطب. فهؤلاء المطبعون ربما تكلم أحدهم باسم الإسلام أو وضع اسم الله في ضمن كلامه، أو ربما تكلم عن الدين، ولكن حقيقتهم أنهم منسلخون عن هذه الأمة وجسمها وروحها وتاريخها، ولكنهم لا يستطيعوا أن يجاهروا بعملهم هذا ولا بموقفهم هذا تقية أو مضاراة أو مداهنة، وربما يجدون من يصدقهم على ذلك. والدليل ما يجري الآن في غزة، حيث أنهم يعذبون ويشردون ويقتلون ويجوعون من طرف الكيان الصهيوني، وهؤلاء المطبعون متواطئون معهم. وكم
منك. فإن قال لنا أيها الإخوة، فإن قال لنا إخوة القردة والخنازير لعنهم الله، فإن قال لنا إخوة القردة والخنازير لعنهم الله، معنا القوة العظمى ولا عظمى لكم، معنا القوة العظمى أمريكا ولا عظمى لكم، فنقول لهم الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم، لا سواء، قتلانا في الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقتلاكم في نار جهنم هم فيها خالدون، قتلاكم في نار جهنم هم فيها خالدون أيها اليهود. صبرا آل غزة، صبرا آل غزة، فإن موعدكم الجنة بإذن الله، فإن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، وترجون من الله ما لا يرجون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أيها المسلمون، حدثنا الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى بحديث منذ 14 قرنا وكأنه يعيش معنا الآن، وكأنه يعيش معنا الآن. قال عليه الصلاة والسلام، اسمع، قال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب أعدائكم ويقذف في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا وكراهية الموت. يوشك أن تداعى عليكم الأمم، أي تتحالف وتتعاون أمريكا وإسرائيل وفرنسا وألمانيا وأمريكا وكندا وأستراليا، الكل أعداء، الكل متعاونون ضدنا أيها الإخوة، لا تصدقونهم. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى مسعدها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ تعجب الصحابة رضي الله عنهم، قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: أنتم يومئذ كثير. بلغ عدد المسلمين المليارين، بلغ عدد المسلمين المليارين، ولكن لا قيمة لهم ولا اعتبار لهم ولا كلمة لهم. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى مسعدها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب أعدائكم ويقذف في قلوبكم الوهن. الوهن 57 دولة إسلامية، 57 دولة إسلامية لا يستطيعون أن يدخلوا غزة شربة ماء. 57 دولة إسلامية لا يستطيعون أن يدخلوا غزة كسرة خبز. 57 دولة إسلامية لا يستطيعون أن يفكوا الحصار. يا للعار والشرار، نسبى ونطرد من نناد، فإلى متى يتطاول الأوهاد؟ وإلى متى تدمي الجراح قلوبنا؟ وإلى متى تتقرح الأكباد؟ نصحو على صوت الرصاص والمدافع، نصحو على صوت الرصاص والمدافع،
اللهم لا تدع لنا في هذا المسجد المبارك ذنبا الا غفرته